وكل ما سمحنا لنفسنا نستريح، الحياة نفسها بتبقى أخف. اهدأ، مش علشان حد، اهدأ علشانك أنت، اهدأ علشان قلبك يستحق الراحة. خلّيني أقول لك حاجة مهمة، العصبية عمرها ما كانت مشكلة لوحدها، هي مجرد جرس إنذار، بيقول إن جواك حاجة مش مضبوطة، يمكن ضغط، يمكن ظلم، يمكن توقعات زيادة، يمكن حد بيستنزفك، أو يمكن أنت نفسك مش مدّيها حقها من الراحة. العصبية ساعات بتطلع بسبب تراكم حاجات صغيرة، حاجات إحنا بنعدّيها ونقول عادة، مش مستاهلة. لكن الحقيقة كل مرّة بتسكت، كل مرّة بتكتم، كل مرّة بتقول ماشي وأنت مش ماشي، جسمك ونَفْسك بيسجّلوا، ولمّا يتحمّلوا فوق طاقتهم، أول رَد فعل بيطلع عصبية. ومهم تعرف إن العصبية مش دايمًا معناها إنّك إنسان وِحِش ولا إنّك فقدت السيطرة، بالعكس، ساعات بتكون علامة إنّك محتاج توقّف، تراجع، تتنفّس وتسمع صوتك الداخلي اللي اتكتم.